اليوم حنسوي شوربة مرة سهلة طريقتها. هذه الشوربة إيطالية اسمها مينستروني، كثير منكم يعرفها. هي أساسها عبارة عن مرقة لحم أو دجاج يكون فيها خضار ومكرونة. الشوربة هذه أنا أشوفها شوربة متكاملة، فيها بروتينز وفيها خضروات وفيها كربوهيدرات اللي هي من الباستا. عشان نسوي المينستروني سوب حنحتاج جزر وبطاطس، كوسة هذه زيادة من عندي طبعا، بصل. البصل فرمته فرم ناعم، والخضار قطعتها مربعات مرة صغيرة. بعدين عندي ربع كيلو لحمة فيل عجل قطعته قطع صغيرة. وعندي شوية باستا، تقدروا تستخدموا أي نوع باستا، ممكن تستخدموا الصدف الصغير أو اللي زي الألبوز شكلها. وحنحتاج زيت زيتون، ملح وفلفل أسود، علبتين من المعلبات المقطعة والمقشرة، فصين توم مهروس، شوية زبدة. الزبدة ممكن تستغنوا عنها. بعدين عندي أعشاب، عندي بيزل، ريحان، وإكليل الجبل، روزماري، وزعتر بري. أول شي حنسويه إنه إحنا حنجيب طنجرة حنحط فيها زيت الزيتون والزبدة، وحنحط اللحمة والبصل والثوم والزعتر البري. طبعا حنفضل نقلبه عشان ما نبغى البصل يتحرق. حطيت اللحمة المفرومة ودحين حقلب، ما حنقلب أكثر من 5 دقايق لأنه اللحمة المفروض تستوي في نفس الشوربة في المرقة حقتها. وهذا الزعتر البري الثايم المجفف ححطه زي ما هو. بعدين طبعا حنشيل الأعواد بعد ما كل الورق الصغير يطيح. بعد ما عدت 5 دقايق خلاص حشيل هذه، وحنحط دحين 3 كاسات موية. بعد ما صبيت الموية هحط الروزماري والريحان. طبعا لو عندكم مجفف ممكن تستخدموه، أنا أفضل الفريش. هخلي اللحمة دحين تنطبخ 10 دقايق بس ألين ما تطلع كل النكهة حقتها ويصير عندي مرقة لحم. بعدين حزيد باقي المكونات. عبال ما اللحمة تستوي حأسلق الباستا، بس ما حخليها تستوي للآخر لأنه هي حتكمل طبخ في نفس الشوربة. بعد ما عدت 10 دقايق خلاص دحين حشيل الروزماري والبيزل وحنحط الخضار. أول شي حطيته اللي هو البطاطس والجزر عشان ياخد وقت شوية أطول. الكوسة ما يبغى لها وقت كتير، بس حنخليها تغلي غلوة أولى لحالها. بعدين حنحط الكوسة والباستا والطماطم. دحين هحط الطماطم المعلبات، أنا هرستها أول شي في الخلاط. وبعد كده نحط الباستا ونحط الكوسة، وطبعا ملح وفلفل أسود. عدت 25 دقيقة، مفروض كده إن الخضار استوت. خلاص كده الشوربة صارت جاهزة. هذه المينستروني سوب بعد ما خلصت بشرت فوقها جبنة بارميزان، طلعت مرة لذيذة. بس أنا حطيت عليها شوية إضافات حقول لكم هي. أنا زودت بودرة ثوم تقريبا ملعقة صغيرة وبودرة بصل ملعقة صغيرة، أدت نكهة مرة لذيذة للشوربة وخلت طعم الخضار يظهر.